بفتح الباب لقيت راجل كبير في السن واقف قدامي وبيقول لي ازيك يا مدام اسماء، عامله ايه؟ قلت له الحمد لله. فلقيته بيزقني وبيدخل البيت. قلت له انت مجنون ولا ايه؟ ده ازاي تزق عليا الباب كده وانت عارف ان انا واحده ست قاعده لوحدي؟ قال لي ما انا عارف ان انت قاعده لوحدك واستاذ كريم جوزك في الشغل طبعا، لكن في واحد بيجيلك كل يوم ولسه نازل من عندك دلوقتي. فانا ساعتها بقى ما بقتش عارفه ارد عليه وخدت الموضوع كده على اعصابي وقعدت ازعق له وخلاص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بكم معايا في قصه جديده. صلوا على النبي ويلا بينا علشان نبتدي قصتنا النهارده. انا اسمي اسماء، اتربيت في بيت بسيط جدا في مصر، عندي اب وام واخوات. كنت معتمده ان انا يعني عايزه اكمل تعليمي وخلاص، عايزه يبقى معايا كليه والسلام، رغم ان انا كنت في التعليم مش شاطره قوي، بس قلت ادخل اي كليه علشان يبقى معايا مؤهل عالي مش مؤهل متوسط. دخلت الكليه وانبهرت بجمال الكليه بقى وبالنظام بتاعها ووقفه البنات والشباب والقعدات اللي في الكافيه والحاجات اللي انتوا فاهمينها دي، وكانت بالنسبه لي دي ملذتي الوحيده ان انا اروح الكليه، مش اهتمام بالدروس ولا اي حاجه، بس علشان القعده والتجمع الجميل ده. ومن اول سنه ليا في الكليه اتعرفت على شاب اسمه تامر. من اول لحظه عيني وقعت عليه، حسيت ان انا بحب الشخص ده، ودي كانت اول مره احب في حياتي وتقريبا اخر مره. بقى هو بالنسبه لي كل حاجه في حياتي، الكلمه منه كانت بتحسسني ان انا احسن واحده في الدنيا، النظرة منه كانت بتخليني ابقى سعيدة ومبسوطة وحاسة ان انا ملكت الدنيا باللي فيها، خلاص مش عايزة اي حاجة تاني. معرفش انا كنت بالنسبة له ايه، لكن هو كان بالنسبة لي كل حاجة حرفيا. طول الفترة بتاعت الكلية دي وانا مش قادرة ان انا احب حد تاني غيره. جه وقال لي ان هو معجب بيا وان هو بيحبني، ساعتها ما بقتش طايرة من الفرحة. الراجل اللي انا بحبه جه وقال لي ان هو بيحبني، لكن للأسف زي ما كتير بيحصل في الكلية كان بيحصل بيني وبينه شوية تجاوزات، بحكم ان انا بحس ان انا بحبه. كنا لما بننفرد ببعض بيحصل بينا شوية حاجات كده، وانا ما كنتش بعترض ولا كنت بقول له لا على اي حاجة. وازاي اقول له لا وانا لو قلت له لا حاسة ان انا كده برفض نعمة؟ يعني لو قلت له لا وهو هيزعل ويتضايق مني او ما يكلمنيش، دي حاجة صعبة عليا ان انا استحملها. اي حاجة كان بيقول لي تامر عليها كنت بقول له حاضر وبس. حتى لما كان بيطلب مني حاجات ممكن كانت تسبب في اذية ليا كبنت، ما كنتش بقدر ان انا اقول له لا من كتر ما انا بحبه. وعدت فترة الدراسة وخلصنا الكلية، وكنت مستنية ان هو يجي ويتقدم لي زي اي بنت بتحب واحد، لكن انا ما شفتش من ناحيته اي اهتمام بالموضوع ده، ولا كان بيشتغل ولا كان بيحاول يعمل اي حاجة علشان خاطري. بالعكس كان مستهتر جدا في حياته وهو طالب، وحتى بعد ما خلص يعني كان معظم الناس اللي في الكلية كانوا بيشتغلوا جنب الكلية، لكن تامر كان مرحرح على نفسه، ما بيحبش ان هو يتعب نفسه في حاجة. ورغم معرفتي لكل ده كويس جدا، لكن ما كنتش بقدر امنع نفسي عن حبه، ولا كنت بقدر ان انا اقطع علاقتي بيه، ولا حتى اقول له انت هتاخد خطوة ولا لا. كنت ساكتة تماما. كل اللي بقدر اعمله كل ما يجيلي عريس ارفض، كل ما يجيلي عريس ارفض، وهو ولا هو هنا. حتى كنت بخاف اقول له ان انا جالي عريس ورفضت، قال يعني علشان ما يزعلش علشاني. ما كنتش بفكر طب هعمل ايه بعدين، طب احنا هنتجوز ولا لا، طب هو هيجي يرتبط بيا ولا لا، طب هو هيعمل حاجه عشاني. وعمره ما جاب لي سيره عن اي تفاصيل غير ان هو ظروفه وما تسمحش باي حاجه، فانا كنت بخاف حتى افتح معاه السيره. لحد ما في مره من المرات ماما كانت واخداني علشان تشتري شويه لبس وحاجات وانا كنت معاها. كنا بنتمشى في المحلات ودخلنا محل بتاع ملابس خروج، وقعدنا نتفرج بقى على حاجه وكده. فصاحب المحل كان شاب وسيم كده، وكان يعني سنه يعتبر صغير. من ساعه ما دخلنا وهو مركز معايا، نظراته منزلتش من عليا، وقعد يتكلم مع امي، وامي بقى ما بتصدق الكلام. طب انتوا منين ومش عارفه ايه وعينيه عليا، وماما واخده بالها ان هو بيبص لي كل شويه، وانا كمان بس انا متجاهله. والله ده انا بدور على عروسه، ما عندكيش عروسه ليا؟ قالت له يا سلام، ده انت ما شاء الله، يعني مين اللي ترفضك ولا مين اللي تقول عليك لا، ده انت تشاور بس وربنا يكرمك ببنت الحلال. وهو برضه بيبص لي. فلا بعد ما انا دخلت لجوه شويه كده، هي مين اللي معاكي دي؟ فقالت له دي بنتي. قال لها بنتك دي مخطوبه؟ قالت له لا والله مش مخطوبه.
قال لها طب ما تديني رقم تليفون حضرتك كده زي ما بقول لكم. يعني هو ما يعرفنيش، هو شافني في المحل اعجب بيا كشكل، وامي معايا وانا بتكلم مع امي بالراحه وبصوت واطي، وامي قعدت تتكلم معاه، ما اعرفش قالت له ايه بالظبط. ولقيت فعلا الشاب ده خد رقم تليفوننا، وفعلا في خلال يومين كان مكلم ابويا، وكان عارف انا من عيله مين وما ساكنه فين وكل التفاصيل، وسال علينا، وكمان ادى لابويا تفاصيل عنه عشان ابويا يسال عليه. لقى شاب اسمه كريم عنده 27 سنه، عنده محل الملابس ده باسمه بتاعه هو، وان هو شاب من عيلة محترمة وعيلة غنية، وان هو عامل الشغل ده خاص بيه هو لوحده ومفيش حد مشاركه فيه. ابويا قال لي ده عريس ما يتسابش، ده عريس لوطة، ده عريس محترم، انت عماله ترفضي من زمان، لكن ده يا بنتي ما يتعوضش. قلت له يا بابا بس انا مش عايزه اتجوز دلوقتي، فطبعا الضغط اللي انا كنت فيه وكله بيقول لي ده عريس كويس وتامر ولا هو هنا، فاضطريت طبعا ان انا اسكت. قلت لتامر ان انا تقدمني عريس وحصل كذا وكذا وكذا، ولقيته ساكت هو كمان. قلت له انت مش ناوي تيجي تتقدمني؟ قال لي اتقدم لك فين يا بنتي وفين الظروف اللي تسمح بكده؟ انا مش هقدر اتقدم لك لا دلوقتي ولا حتى قريب. لو العريس ده غني اتجوزيه. ايه انت بتقول ايه؟ قال لي زي ما بقول لك كده، لو العريس ده ظروفه كويسه اتجوزيه، بس انت هتفضلي معايا وانا هفضل بحبك وانت هتفضلي تحبيني وانا ما اقدرش استغنى عنك، ولو فكرتي تسيبيني في يوم من الايام ما تعرفيش انا هعمل فيكي ايه. قلت له انا ما اقدرش اصلا ان انا اسيبك ولا ابعد عنك، ومن غبائي رغم تصرف تامر ده الا اني برضو قلبي متعلق بيه، مش قادره ان انا اسيبه. كل اللي في خيالي ان ده غصب عنه، وان هو مش هيقدر يتقدمني، وان هو هيعمل ايه يعني علشان خاطري، والكلام اللي انتوا فاهمينه ده. جه فعلا كريم وانا كنت حاطه في دماغي ان انا هوافق واطفشه. تامر قال لي ماشي، خدي اللي تقدري عليه منه وطفشيه، مش هو غني؟ قلت له غني جدا. قال لي طيب تمام. واتفقت انا وتامر على كده، وفعلا اتخطبت. وفي خلال الخطوبه بتاعتي حتى ايام التجهيزات وكل الكلام ده عمري ما قطعت اتصالاتي بتامر، بحبه وما اقدرش استغنى عنه. كريم بالنسبه لي ده واحد اقتحم حياتي، هزهقه في عيشته طلبات، وهتأمر عليه وهتنطط عليه لحد ما هو يكرهني ويسيبني، ولو طلت منه حاجة طلت، ما طلتش تمام مفيش مشكلة، المهم ان الموضوع مش هيوصل للجواز. لكن النصيب بتاع ربنا بقى ده انا ما اقدرش عليه. قعدت اطلب من كريم دهب ايه، في الشبكة، في الحاجة، عايزة الفستان الفلاني، عايزاك تجيب لي الحاجة الفلانية، انا عايزة احدث موبايل، الموبايل بتاعي عرة، وده يدفع ويجيب، شاريني لدرجة محدش يتخيلها. وحتى لما شفت كريم فعلا بالكرم والطيبة دي، وحرفيا مفيش حاجة بطلبها منه بيقول لي لأ، شاريني ومعاه وبيجيب وبيدفع علشاني، بيتعب، عكس تامر اللي بجد عمره حتى ما جاب لي وردة دبلانة. مفيش اي حاجة اتغيرت جوه في مشاعري، فضلت زي ما انا متمسكة بتامر، وهحاول ان انا اطفش كريم على قد ما اقدر. جه في التجهيزات بقى بقيت اختار اغلى حاجة، يعني في الصالون، في اختيار اوضه النوم، في الاختيار العفش، في الديكورات. اقول له انا عايزه الشقه في برج، انا لا انا مش عايزه اقعد في المنطقه الفلانيه. حاضر، اللي انت عايزاه كله من عينيا الاتنين، حبني حب غير طبيعي. وكان عنده الامكانيه ان هو يحقق طلباتي، مفيش اي حاجه وقفت قصاده. ما كنتش فاهمه هو بيجيب لي كل حاجه علشان هو شاريني، ولا هو غني للدرجه دي؟ معقوله غني لدرجه ان كل ما اطلب منه حاجه وافتكر ان انا بعجزه الاقيه بيجيبها، الاقيه بينفذها، الاقيه بيحققها لي، لحد ما لقيت نفسي فترة الخطوبة خلاص بتخلص وهدخل بقى على جد وهنتجوز. طيب وبعدين؟ اتكلمت مع تامر وقلت له، قعد يزعق لي ويقول لي انا ماليش دعوة، انت بتاعتي، انت ليا لوحدي، انا بقول لك اهو انت مش هينفع تعيشي مع حد تاني غيري. قلت له طيب تعالى تقدمني. قال لي مش هقدر، معيش وهجيب لك منين؟ قلت له الله، امال انا اعمل ايه؟ اعمل ايه وانا في الموقف ده؟ انا هتجوز وهبقى لواحد تاني غصب عني، الوقت بيخلص، كل ما بقوله على اي حاجة بيجيبها لي، يقول لي عقديله الامور شوية، انت حرة. عقدت له الامور، مفيش فايدة، مفيش حاجة بطلبها منه في الدنيا مش بيعملها. طيب وهادي ومسلم لدرجة مش معقولة. افوق لنفسي انا بقى واقول في واحد شاريني للدرجة دي،
واتغير وابعد عن تامر؟ ما حصلش، مش قادرة، غصب عني، كنت بحبه بجد. كل حاجة كان بيقولي عليها كنت بنفذها بالحرف. قبل خلاص جوازي واحنا خلاص بقى بنرتب للترتيبات الأخيرة وفستان الفرح والكلام ده كله، لقيت تامر بيتصل عليا وهو بيعيط زي المجنون، وقال لي يا أسماء انت بتاعتي أنا لوحدي، وزي ما هتعملي مع جوزك لازم تعملي معايا، يا إلا أنا هموت نفسي ومش هخليكي تشوفيني تاني أبدا. أنا انهارت أنا كمان وما بقيتش عارفة أعمل إيه. قلت له طيب أنا بحبك وعايزاك أنت اعمل حاجة علشاني. قال لي أنا لو كنت أقدر ما كنتش استنيت، لو كنت أعرف أعمل أي حاجة علشان خاطرك كان زماني عملتها من زمان، بس أنا بجد مفيش أي حاجة أقدر أقدمها. بس أنا بقولك أهو، أنت لازم تبقي ليا، ما تبقيش ليه. تعمليها ازاي ونتصرف ازاي وده هيحصل امتى وفين معرفش، انت اللي تفكري في كل حاجة. تخيلوا وانا ايام فرحي خلاص هتجوز كريم عمالة افكر ازاي اقابل تامر، ازاي اشوفه، ازاي اقعد معاه، ازاي اخليه ياخد اللي هو عايزه واخد منه اللي انا عايزاه انا كمان، علشان ما يبعدش عني ولا يسيبني. انا اللي دخلته في حياتي، وانا اللي خليته فعلا يقتحم المكانة دي ويقدر ان هو يبقى موجود بيني وبين جوزي. يمكن لما كنتش انا اديت له الفرصة ان هو يعمل ده ما كانش هيقدر يعملها لوحده طبعا. المهم جه فعلا يوم الفرح وخلاص، وانا كنت حاسة ان انا بجد واحدة بتتكفن مش بتتجوز. قلبي بيوجعني ونفسي باخده بصعوبة، وحاسة ان في حاجة طابقة على نفسي. مش قادرة ابين من اي حد ان انا مش عايزة اتجوز كريم. مش قادرة اعمل اي حاجة ولا اخد اي موقف ناحيته، مش عارفة اعمل حاجة. يعني كان اكرمني ان انا متجوزوش وارفض واعمل اي حاجة في الدنيا غير اللي انا عملته ده. جه يوم الفرح وطبعا غصب عني، ده راجل اتجوز وعايز حقوق. سبت نفسي من غير احساس ولا مشاعر. كان في اليوم ده كل خيالي ان انا كان نفسي ان تامر يبقى هو اللي معايا. من جوايا بعيط حزينة غصب عني، مش قادرة اتقبل كريم ده خالص، ولا حتى اكيف نفسي مع الوضع اللي انا فيه او ارضى باللي انا فيه او اي حاجة من دي. لا، مش قادرة ان انا ارضى ولا ارضخ للموضوع ده. فضلت حازة في نفسي كده لمدة 3 ايام. 3 ايام، في ال3 ايام دول كان كل يوم تامر بيكلمني. كان معايا موبايل وكنت مخبياه من كريم، وكنت بتواصل مع تامر واتس ورسائل واتصال وكل شيء. لقيت تامر هيموت وبيقول لي انت دلوقتي بقيتي مش بنت اهو. قلت له ايوه. قال لي طيب انا عايزه اشوفك، انا هتجنن خلاص، اتصرفي النهارده باي شكل من الاشكال، انا عايزه اقابلك. اتصرف اعمل ايه؟ كنت انا مرتبه اموري على حاجه بس ما كنتش عايزه اعملها في التوقيت ده، 3 ايام بس بعد الجواز. المهم لما لقيت تامر بيضغط عليا بالشكل ده وممكن فعلا اخسره للابد، رحت حاطه لكريم بالليل كده بعد ما اتغدينا وقعدنا مع بعض شويه وحصل ما بيننا وبين بعض المعاشره الزوجيه، رحت حاطاله حبايه منوم، وكان مفعولها قوي جدا، وانا كنت عارفه كويس ان هي هتخليه ينام فتره طويله. نام كريم وسبته نايم زي ما هو في سريره. اتصلت على تامر وخلته يطلع لي، وجالي فعلا، ودخلت انا وهو الاوضه بتاعه الاطفال، الاوضه التانية اللي عندي. طبعا استقبلته على الباب، كنت انا اللي فتحت له الباب ودخلنا سوا مع بعض وقضينا مع بعض وكأنه هو فعلا جوزي. الغريبة ان انا ما كنتش حاسة باي احساس بالذنب ولا بالزعل، بالعكس انا كنت حاسة ان ده الوضع الطبيعي، ده الراجل اللي انا بحبه والمفروض اكون معاه، واللي جوه ده اللي هو اصلا صاحب المكان والبيت واللي عمل كل حاجة عشاني، لا مش من حقه ان هو يلمسني. حتى احساسي في المعاشرة كان مع تامر مختلف تماما. مع كريم كنت حاسة ان انا مفيش روح، كأنه بيقطع في جسمي بسكاكين. خلصت مع تامر وتمنيت ان هو يكون مبسوط وانه ميزعلش مني، وقلت له اوعى اسمع منك تاني كلمة ان انت مش هتعرفني او مش هشوفك تاني، لان انا ما اقدرش استغنى عنك. قال لي بعد اللي انت عملتيه علشاني ده ما ينفعش ان احنا نبعد عن بعض اصلا. صح طبعا كريم تاني يوم هيتجنن، ايه النوم اللي انا نمته ده كله؟ ازاي انام واسيبك كل ده؟ قلت له معرفش، شوف انت بقى. قلت له بعدين ممكن انت تكون مجهد من الترتيبات بتاعة الفرح
ومن طبعا السهر بتاع الفرح والاول 3 ايام ما كانش بيسيبني خالص. فقلت له ممكن ده يكون عامل لك اجهاد غصب عنك، اكيد برضو انت راجل بتشتغل وتعبان. فقال لي للدرجه ان انا انام زي القتيل كده؟ قلت له ممكن. قال لي ممكن والله عندك حق. بقى كل يوم بعد الاكل اعمل له كوبايه العصير واحط له فيها المنوم وينام شويه، واتصل بتامر وتامر يجي واقضي معاه الوقت. الكلام ده لحد اما كملنا الاسبوع الاولاني من الجواز. يعني ما اكتفيتش انا وتامر باليوم ده، بالعكس كنا حاسين ان ده حقنا واحنا بناخده. وانا كنت مبسوطه بالوقت اللي انا بقضيه مع تامر، لان مع كريم ما ببقاش مبسوطه اصلا ولا عايزاه يجي يمي. بعد كده كريم قرر اللي هو ينزل الشغل بتاعه. كان كل يوم بيصحى من النوم افطره ويقعد معايا شويه، وبعد كده يروح يفتح المحل بتاعه تقريبا على الظهر الساعه 12 كده، وبيجي بالليل الساعه 10. والمواعيد دي كنت تظبط الساعه بتاعتك عليها. طبعا ما اقدرش اقول لكم، يعني اكيد انتوا استنتجتم ان انا اكيد بقضي وقت طويل جدا من يومي ده مع تامر. مفيش حاجه تعوقني، انا قاعده في البيت لوحدي، بتصل عليه بعد ما جوز ما بيمشي تقريبا بساعه او بساعتين، وبعد كده هو بيفضل قاعد معايا لحد الساعه 5 بالكتير خالص وينزل. مفيش يوم فوتناه، مفيش يوم قلت مش مشكله اشوف النهارده ولا قبله، ومفيش يوم هو ما جاليش فيه. وطبعا لما يجي كنت بستقبله احر استقبال، وبحط له اكل وشرب، وبديله اي حاجه هو نفسه فيها من البيت ومن خير كريم. لحد بالظبط 3 شهور واحنا على نفس النظام ده. لا كريم حس بحاجه ولا حد من الجيران كان واخد باله من اي شيء، او انا اللي كان متهيأ لي كده. لان تقريبا بعد 3 شهور وبعد ما نزل من عندي تامر مفيش 10 دقايق لقيت الجرس بيرن، ودي حاجة غريبة، انا محدش بيجيلي خالص، وما كنتش طالبة اي حاجة مثلا لاي حد يجيبها لي ولا اي شيء. بروح افتح الباب لقيت جارنا راجل كبير تقريبا عنده 60 سنة اللي قاعد في الشقة اللي قصادي، واللي انا ما كنتش باخد بالي منه اصلا قبل اليوم ده. فلقيته بيخبط عليا وبيقول لي مدام اسماء ازاي حضرتك؟ قلت له اهلا وسهلا، خير في ايه؟ راح زقني جوه، وراح لقيته بيقول لي انا عايزه اتكلم معاكي ضروري. زعقت له وقلت له ايه ده حضرتك؟ ازاي بتعمل معايا كده؟ انت مجنون ولا ايه؟ انت مش عارف ان انا ست وقاعده لوحدها؟ قال لي طبعا عارف ان الاستاذ كريم دلوقتي في شغله، وعارف كمان ان في واحد بيجيلي كل يوم من بعد ما اتجوزتي ب3 ايام بالظبط. ما بقيتش عارفه ارد عليه، طبعا قعدت ازعقله وهاجمه في الكلام لاني مش عارفه اقول له ايه. قال لي حضرتك ما تقوحيش معايا، انا عندي تسجيل للفيديوهات وانت بتستقبليه على استقبال ايه حار بقى، حر من الجمر كده على باب الشقه. انا ازاي ما خدتش بالي من الكلام ده؟ قلت له كاميرات ايه وفيديوهات ايه؟ حضرتك بتتكلم عن ايه اصلا؟ قال لي لا اصل انت ما تعرفيش، انا حاطط كاميرات على باب شقتي وموجهها لبره عشان اشوف مين اللي جاي ومين اللي بيخبط. انا راجل يعني غني ومأمن شقتي كويس جدا. انا ما جاش على بالي اي حاجه شبه كده، وبجد ما كنتش واخده بالي. وطبعا هو حاطط الكاميرا علشان يبقى كاشف اي حد بيجيله. هو الكاميرا كده متوجهه على باب شقتي انا اللي في وشه بالظبط. يعني فعلا وارد ان هو يكون شافني انا وتامر. يا نهار اسود، ده في مره او مرتين او يمكن اكتر كنت بستقبل فعلا تامر على الباب البوس والاحضان، لانه كان بيبقى وحشني. يا نهار ابيض، ازاي كده؟ كل ده بيدور في بالي والراجل واقف قدامي وانا عماله اقاوح فيه. قلت له بقول لك ايه، ممكن تخرج من هنا بسرعه علشان ما يحصلش مشاكل وعشان ما نلمش الناس عليك. قال لي وماله، لم الناس عشان يعرفوا ان انت واحده خاينه بتخون جوزها من اول اسبوع جواز. انا مش مصدق نفسي والله، انا ما شفتش كده. قلت له انت عايز مني ايه دلوقتي؟ وانتش عرفك ده مين؟ ما يمكن حد من قرايبي. قال لي لا. طب ما انا كنت شايف اخواتك وشايف كل الناس اللي كانوا بينقلوا العفش، كل حاجه عندي على الكاميرات. الراجل ده عشيقك، انت بتحبيه، انت كل يوم بتستقبليه، اخوك كل يوم هيجيلك وهتحضنيه على الباب. وبعدين انا عارف اخواتك كويس قوي لان كنت بشوفهم وهم بينقلوا العفش مع جوزك. لو انت مش عايزه تسمعيني عادي جدا اروح لاستاذ كريم دلوقتي المحل بتاعه اللي انا عارفه واوريله الفيديوهات دي. انهارت ساعتها ورحت قاعده مكاني وقعدت اعيط وقلت له انت زي ابويا واعتبرني زي بنتك، وغلطت، لو سمحت استر عليا، الله يستر عليك، بلاش فضايح وعلشان خاطر الناس وعشان خاطر جوزي، ده انا لسه عروسه. لقيت نظرته كده غريبه وبيقول لي
انا اصلا يا حبيبتي مش هفضحك، انتي ما تهونيش عليا برضو، انا مش عايز لا فضايح ولا وجع دماغ ولا اي حاجه من دي. قلت له من انت عايز ايه؟ قال لي عايزك تعملي معايا زي ما بتعملي معاه. يا نهارك اسود، امشي يا راجل يا عجوز انت من هنا، انت بتخرف ولا ايه؟ قال لي لا بقى، يبقى روح اخرف في حته تانية. وراح فاتح الموبايل بتاعه وموريني الفيديوهات بتاعتي انا وتامر، وقال لي تخيلي بقى منظر جوزك العريس الجديد لما يشوف المنظر ده. ساعتها انهارت وما بقتش عارفه اعمل ايه، ولقيته بيقرب مني. قلت له طيب اديني فرصه، انا مش جاهزه ان انا اعمل حاجه شبه كده. قال لي والله ما ليا دعوه، كل مره عشيك يبقى هنا بعديها لازم تبقي معايا، وانا كل حاجه متسجله عندي، انت حره، شوف انت عايزه ايه بقى يا حلو. قلت له صدق ان انت راجل مش محترم، صدق ان انت راجل نجس. راح قال لي والله انا مفرقش عنك كتير، لو انا وحش فانت اوحش مني، ولو انا كده زي ما بتقولي فانت برضو اكتر مني. ساعتها حسيت ان هو عنده حق. بصراحه انا عامله حاجه يعني فوق كل التخيلات والتوقعات، فما عرفتش اعمل ايه، رغم ان انا كنت في الوقت ده تعبانه ومش قادره بجد خلاص، لكن غصب عني اضطريت ان انا رغم ان انا كنت قرفانه ومحدش يتخيل كنت متضايقه من الراجل ده قد ايه. انا بحب تامر، بعمل معاه كده علشان بحبه، مش علشان اخون جوزي ولا علشان انا عايزه الحاجه دي من اي حد. كنت بجد بحس ان الراجل ده بيقطع في جسمي اكتر كمان من كريم. مش معقوله يا جماعه، انا مش هقدر على كده. ما كنتش عارفه ساعتها اتصرف ازاي، وما كنتش عارفه حتى اواجه الموضوع ازاي، ولا اقول لتامر ايه ولا اعمل ايه. ولو قلت لتامر اللي انا اضطريت اعمل مع الراجل ده اي حاجه كان ممكن يقتلني. حسيت ساعتها ان انا فعلا وقعت في مصيدة محترمة، حطيت نفسي في موقف لا احسد عليه، وخليت نفسي فريسة لواحد قذر زي ده يقدر يتحكم فيا. طبعا هو شايفني واحدة بقى خاينة وبتاعت رجالة وما فيهاش حاجة لما تعمل كده معايا، ما هي بتعمل مع غيري. معرفش ان انا بحب تامر وده غصب عني. فضلت كده صامتة فترة وما كنتش عارفة ايه اللي المفروض ان انا اعمله، لحد ما جه في بالي فكرة تخليني اخليه ما يسجلش اللي بعد كده. قلت له بقولك ايه، انت مش عندك مراتك في البيت؟ ممكن هي كمان تشوف الكاميرات اللي انت بتشوفها دي. قال لي بس هي ما بتهتمش ان هي تبص على الكاميرات، انا اللي بهتم. قلت له يا سيدي احتياطي وقف علشان خاطر الكاميرات دي، بدل ما مراتك تقفشك وانت كمان بتدخل عندي وتبقى فضيحة. فهو اقتنع بكلامي وقال لي تصدقني انت عندك حق فعلا. كنت في الوقت ده مقررة ان انا خلاص هحكي لتامر ان الراجل ده شاف فيديوهات ليا انا وهو من غير ما اقول له هو طلب مني ايه ولا خد مني ايه علشان يسكت، وهو بقى يفكر معايا نحل المشكلة دي ازاي. لما جه تامر في مرة من المرات دي اللي كان دايما كل مرة فيها الاستاذ اللي قصادي بيشوفه ويروح طالع لي ويروح جاي لي ويخليني اعمل معاه كده زي ما عملت مع تامر. تخيلوا كل ده بقى ورا بعضه، ما اقدرش اقول له لا، ولو كنت اقول له لا يقول لي الفيديو اللي معايا اللي بتاع تامر وهو لسه نازل من عندك ده هوريه لجوزك. ما كنتش قادره خلاص، تعبت. رحت قايله لتامر في مره من المرات دي ان الراجل اللي قصادي ده شاف فيديوهات ليا علشان هو بيسجل السلم، وان هو معاه فيديوهات تثبت ان انت بتجيلي الشقه، وانا مش عارفه اعمل ايه واتصرف ازاي. فكر معايا في طريقه نحل بيها المشكله دي. ساعتها قال لي الكلام ده من امتى؟ قلت له من فتره، بس ما قلتلوش اي تفاصيل تانية. راح قال لي انت ازاي ما تقوليليش حاجه شبه كده، احنا لازم نخلص من كريم. قلت له كريم؟ طب وكريم ماله؟ قال لي الله، مش هو الراجل ده بيذلنا وماسك الذله دي علينا علشان خاطر انت متجوزه؟ لما انت بقى تبقي ارمله هيبقى ما فيش ذله ولا حاجه. قلت له انت شايف كده يعني؟ قال لي اه طبعا، وبعدين لما تبقي ارمله هتورثي، كل العز ده هيبقى بتاعك، الشقه دي هتبقى بتاعتك باللي فيها، واللي تقدري انت بقى تشيليه منه هيبقى ليكي. ساعتها انا هتقدم لك وانت هتبقى ارمله واهلك هيوافقوا، وهنتجوز انا وانت ونعيش مع بعض حياتنا لحد اخر العمر، مش هنبعد عن بعض تاني ابدا، والراجل ده مش هيقدر ان هو يذلك باي حاجه بعد كده، ولو ساعتها فكر ان هو يجي ناحيتك بس انا هبقى موجود. قلت له ربنا يخليك ليا، دي فكره جهنميه، هي دي فعلا اللي تحللنا مشكله الفلوس والماديات وتخلينا فعلا نبقى مع بعض.
قعدنا نفكر ايه الطريقة اللي احنا نتخلص بيها من كريم وما بيبينش اي حاجة خالص. قررنا ان احنا نخليها كأنها سرقة. حد دخل البيت علشان يسرق كريم وخد فعلا الحاجة من قلب البيت والصيغة والفلوس وكل شيء، وخططنا كويس جدا لليوم ده، وكان على بالنا ان احنا كده مدبرين الجريمة الكاملة اللي مستحيل تخر المية ولا حد يكشف اي حاجة عننا. وفي اليوم ده عملت نفسي ان انا اتعاركت مع كريم ومشيت وسبته، بس طبعا كنت حاطاله جرعة كبيرة جدا من المنوم قبلها في بس لميت هدومي طبعا ورحت بقى لأمي وحكت لها ان انا اتعاركت معاه بسبب الفلوس، وان انا كنت عايزة منه حاجة معينة وهو رافض. امي ساعتها استغربت وقالت لي ايه ده، هو اتغير بعد الجواز زي كل الرجالة ولا ايه؟ قلت لها شفتي بقى، وعملت نفسي ان انا مقموصة وان انا هقعد عند امي وبات اليوم ده. في نفس الوقت تامر كان في البيت مكتفه علشان ما يفوقش من البنج بطريقة مفاجأة ولا حاجة، وبعد كده راح مخلص هو عليه وابتدى ان هو يسرق كل فسفوسة حاجة في الشقة ممكن تتسرق. وطبعا كان لابس جوانتي لان احنا كنا عايزين الموضوع يبان ان هو جريمة سرقة ومحدش يلاحظ اي حاجة خالص. وفعلا خلص كل حاجة تامر ونزل. وبعد كده تاني يوم الصبح لقيت التليفون بتاعي بيرن، رديت عليهم لقيت اخوات كريم بيقولوا لي ان كريم ما بيردش على الناس الصنايعية واللي شغالين معاه في المكان. قلت لهم انا معرفش، انا مش في البيت اصلا. قالوا لي من انت فين؟ قلت لهم انا اتعاركت امبارح انا وكريم ورحت غضبت عند امي بسبب الفلوس، وكريم بايت في البيت لوحده. ساعتها قالوا اللهم الكريم مش بيرد عليهم ليه؟ قلت لهم معرفش. راحوا كلهم رايحين بقى عند الشقة بتاعتي وقعدوا يخبطوا على الباب ويرنوا الجرس ويتصلوا على كريم، وكريم ما بيردش. فحد فيهم لاحظ ان في صوت رنة الموبايل بتاعت كريم جاية من جوه، حطوا ودانهم كده على الباب اتأكدوا فعلا كل ما يرنوا ان الجرس بيرنوا جوه. قالوا بس ده كريم كده جوه واكيد في حاجة غلط. ساعتها كسروا الباب ودخلوا لقوا الشقة كلها مقلوبة ولقوا كريم ميت قدامهم وكان شكله فظيع. طبعا وقتها اتصلوا بالشرطة والامن اللي جات وعملت تحريات في العمارة كلها والدنيا اتقلبت. وطبعا اول حاجة سألوا عليها هي مراته كانت فين، وساعتها طبعا تم استدعائي وانا قلت لهم ان انا كنت زعلانه انا وهو شويه ومشيت قبليها ومعرفش ان في اي حاجه هتحصل شبه كده. هما في البدايه كانوا شاكين فعلا ان هو حرامي، لكن استغربوا ان مفيش اي كسر لا في باب ولا في شباك ولا في اي حاجه. طب ايه اللي حصل؟ ولما قعدوا يتكلموا مع كل سكان العماره لقوا سكان العماره كلهم بيقولوا ان في شخص غريب بيجي العماره كل يوم، وكانوش عارفين الشخص ده بيجي لمين. بعد كده اكتر من حد قال ان الشخص ده كان بيتردد على شقة كريم واسماء. يعني مفيش حاجة يا جماعة بتستخبى حتى لو الناس ساكتة. كانوا برضو واخدين بالهم رغم ان مفيش اي حد كان بيعبر ان هو واخد باله من اي حاجة. الشخص الوحيد اللي كلمني هو الراجل الجاري اللي قصادي اللي هددني بالموضوع اللي انا قلت لكم عليه. المهم ما كانوش عارفين يعرفوا شكل الراجل ده ايه، فلقوا الناس كلها بتوصفه بشكل دقيق لدرجة غريبة، لدرجة ان هم جابوا رسام علشان يرسم تاني، وابتدوا بقى ياخدوا الصورة ويعملوا عنها تحريات ويسألوا بقية سكان العمارة على شكل الراجل ده وهل هو فعلا بيتردد هنا. كلهم قالوا اه. والشرطة غالبا من البداية كده كانت شاكة فيا، معرفش بصراحة السبب ايه، الله اعلم. هم بياخدوا بالهم من ايه؟ من لغة الجسد، الطريقة بتاعت الكلام، الخوف اللي بيبقى برضه غصب عننا مهما بنداري. لكن الراجل اللي جاري اللي في وشي ده هو اكتر واحد فضحني في الوقت ده، لان هو كان باين عليه التوتر قوي لما كانت النيابة بتحقق معاه وبيسألوه انت تعرف شكل الشخص ده؟ فساعتها بان عليه ان هو متلفن كده ومش على بعضه، فهو خاف ان هم يتهموه في جريمة القتل نفسها لان توتره هيخليه يتورط في الموضوع ده، وهو كان خايف عشان حاجة تانية خالص. فساعتها قال لهم انا هحكي لكم اللي حصل بالظبط، وحكي الحقيقة اللي هو بذات نفسه عملها معايا، واللي هو فعلا قرر ان هو يسكت قصاد ان هو يعمل معايا العلاقة دي. طبعا وقتها هم خلاص كانوا عارفين ومتأكدين، جابوا بقى تقرير بقى من شركة الاتصالات وتتبعوا الرسائل والموبايل وعرفوا كل حاجة وقدروا من يوصلوا لعنوان تامر، وقبضوا عليا وعلى تامر بمنتهى البساطة، رغم ان احنا كنا حاسين ان احنا مدبرين كل حاجة مظبوطة قوي. بس ربنا كان رايد ان هو يكشفنا قدام الناس كلها، وكان رايد ان حق كريم يرجع. اول ما اتقبض عليا ما لقيتش مفر غير ان انا احكي كل حاجة حصلت بالظبط، بس طبعا كنت بحكي كل شيء وعندي مبررات كتير للي انا عملته، اهمها ان انا اتجوزت كريم وانا مش بحبه،
رغم ان انا اللي وافقت. وغير كده ان انا كنت بحب تامر ومش قادرة ان انا ابقى معاه، رغم ان برضو ديت خيانة، وان انا استغليت كريم، وكمان كنت عايزة استغله بعد ما يموت علشان اعيش في خيره حتى بعد ما اقتله. افكار غريبة، الشيطان كده بيخليك ترسمها في خيالك بمنتهى البساطة. لما تغلط بس غلطة واحدة في حياتك، والغلطة دي هي معرفتي بتامر نفسه، وان انا سبت نفسي الواحد ما عملش بجد اي حاجة علشاني. طب ازاي هبقى غالية في عينيه؟ استرخصني لدرجة محدش يتخيلها، عايز ياخدني ببلاش من غير ولا اي حاجة خالص. ضيعني وضيع مستقبلي، بس مش هو لوحده السبب في كده، انا كمان كنت السبب في ده، واحنا الاتنين اتحكم علينا بالاعدام. بس الراجل اللي في وشنا ده ما خدش ولا حتى ساعة حبس، رغم ان انا كنت متضايقة ومتغاظة منه، لان هو ما يقلش حقارة عني انا وتامر. ودي كانت قصتي اللي بتمنى الناس كلها تعتبر منها وتاخدها عظة وعبرة ليها، لان هي بجد دي النهاية لأي حاجة حرام او اي علاقة غير شرعية واحدة بتمر بيها، خصوصا لما ربنا يعديها لك مرة والتانية والتالتة واحنا مكملين. وانا وتامر ما كانش في حاجة بتوقفنا ابدا ولا حاجة بتبعدنا عن بعض، ادينا هنروح برضو مع بعض. ودي كانت قصتي، ودي كانت حكايتي، ولحد هنا بتكون انتهت قصتنا. لو كملت القصة لحد هنا ما تنساش بقى تشاركنا برأيك تحت اسفل التعليقات، لانه اكيد بيهمني. اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. السلام عليكم.